اكتسح ميادين الفن والقتال في آن واحد، ومازج بين الإبداع والبندقية ببراعة فائقة. هو ثائر من العيار الثقيل، تعانق في روحه جنوح الفنان وجموح المقاتل، ووقر في قلبه النبيل الولاء لكل قضية عادلة. سيد الميادين المسرحية والحربية على حد سواء، تقمص القضايا الواحدة تلو الأخرى بلا كلل، وخطط في خفاء الكواليس لمسرحيات فنية وأخرى فدائية. هو الجزائري الذي حير المخابرات الفرنسية ودوخ الموساد الإسرائيلي، وسطر فوق خشبة الانتصار مسرحية ملحمية دوت فيها أصداء بطولات بروح فلسطينية وببصمة جزائرية. إنه المجاهد محمد بودية، فماذا تعرفون عنه؟ في حي باب جديد بالعاصمة وفي ربيع عام 1932 ولدت روح ثائرة لا تجيد الحياة إلا وسط الملاحم والبطولات. في وطن مسلوب منذ أكثر من 100 عام فتح بودية عينيه وتلمس خطاه نحو أقداره. سمات الإبداع والفن كانت الأسبق إلى روحه، فالتحق بعد تلقي تعليمه بالمركز الجهوي للفنون الدرامية عام 1954. بعد اندلاع الثورة هاجر إلى فرنسا، أين انضم إلى فيدرالية جبهة التحرير الوطني، وبهذا اكتشف شغفه الثاني وعانق ميدانه الحربي الأول، فشارك في عمليات فدائية عديدة جرح في إحداها عام 1956. وكانت أشهر هذه العمليات تفجير أنابيب النفط في مارسيليا في 25 من أوت 1958، وبسببها قبض عليه وأدين ب20 سنة سجنا. وكثائر يعاف السجون فر من سجنه سنة 1961 ليلجأ إلى تونس، وهناك عمل في فرقة المسرح التابعة لجبهة التحرير. بعد الاستقلال وفي بداية عام 1963 عين مديرا للمسرح الوطني. تفكيره الثوري الجامح أبى عليه أن يبقى في وداعة السلام، فأخذ يراسل حركات التحرر في العالم معلنا عن تأييده لهم. ندد بديكتاتورية فرانكو في إسبانيا، وصادق الكوبيين، وخصص مداخيل الموسم الصيفي للمسرح عام 1964 لدعم فلسطين. في 1965 غادر الجزائر إلى فرنسا، ومن ثم سافر إلى كوبا، أين التقى القيادي الفلسطيني وديع حداد المسؤول العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومعه قرر أن يبدأ جولته الثورية الثانية وأن يهب خبراته للقضية الفلسطينية. التحق بجامعة باتريس لومومبا بموسكو التابعة لجهاز الاستخبارات السوفيتي KGB لتدعيم مهاراته الحربية. في مطلع السبعينات عاد بودية إلى باريس كقائد للعمليات الخاصة للجبهة الشعبية في أوروبا، واتخذ اسمه الحركي أبو ضياء، ثم مضى يقارع شغفه الثوري بلا هوادة. أثخن في المصالح الصهيونية في القارة العجوز، إذ كان العقل المدبر لعمليات لا تحصى، على رأسها تخطيطه لتفجير مركز شونو للمهاجرين الصهاينة إلى الكيان بالنمسا. دبر مخطط تفجير مخازن إسرائيلية ومصفاة بترول في روتردام بهولندا، كما خطط لإرسال 3 ألمانيات شرقيات إلى القدس لتفجير أهداف صهيونية. عام 1972 صدر أمر من رئيسة وزراء الكيان الصهيوني السابقة غولدا مائير للموساد بتصفية قيادات المنظمات الفلسطينية، وكان بودية من أبرز المستهدفين. وفي 28 من جوان 1973 أسلم بودية روحه التائقة للانعتاق على وقع انفجار أحدثه لغم كان مثبتا بمقعد سيارته بباريس. هل يجتمع الفن مع الكفاح المسلح؟ وهل تلتقي المهارات القتالية مع الإبداع المسرحي؟ هل يمكن لرقة مبدع مرهف الحس أن تتحول إلى جسارة مناضل شرس؟ سؤال تداولته الألسن مرارا، فجاء بودية وأعطى الجواب الشافي ومضى نحو الخلود.